الإعلام والحكومي منه على وجه التحديد يكون في أحيان كثيرة مرآة تعكس توجهات الدولة وسياساتها. وعندما تكون الخلافات كبيرة بين دولتين غالبا ما يمثل الإعلام ساحة شرسة للنزال والتراشق بالكلام فيما يسمى بالحرب الإعلامية. طبعا لا يخفى على أحد أن العلاقة بين الجزائر والمغرب تشوبها خلافات وقضايا شائكة، لعل أهمها سياسة الطرفين المتناقضة تجاه قضية الصحراء الغربية. وطبعا بات التراشق الإعلامي حالة متكررة باستمرار بين الجارين. الانتقادات المتكررة من قبل المؤسسات الإعلامية في البلدين تجاه الطرف الآخر أصبحت إلى حد ما أمرا اعتياديا، إلى أن بثت القناة الرسمية الجزائرية منذ شهر تقريبا تقريرا تلفزيونيا صعد من غضب المغاربة واستيائهم إثر ما عدوه إساءة للشعب المغربي، فتداوله الكثيرون منتقدين ومستهجنين. لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات. لقد دقت ساعة الحساب بالنسبة لنظام المخزن الذي جعل من المغرب دولة منبوذة وأكبر راع للرشوة في إفريقيا. طبعا قمنا بحذف مقاطع من التقرير لأنها قد تعد مسيئة للمغاربة، ولكن على وسائل التواصل علق الناس على ما ورد في تقرير التلفزيون الجزائري. فهنا حساب قلم محمد يقول: شعرت بالحزن الشديد والصدمة عندما رأيت أن ذلك الإعلام قد وصل إلى هذه الدرجة من السفالة ودنو الأخلاق، حتى نسيت هل أنا أشاهد تلفزيونا رسميا يمثل وجه نظام الجزائر أم أنني أشاهد مقطعا غير أخلاقي ومحظور. أما أحمد يقول: بصراحة عيب وعار أن تصدر مثل هذه التفاهات والسفاهات التي لا أساس لها من الصحة. تغريدة أخيرة من ولد الفقيه يقول: السلطات الأمنية هي من تعطي صورة سيئة للمغرب للخارج وكي يشوهون قدام العالم، هذه حقيقة. أكيد مشاهدينا سمعتم كلمة المخزن في التقرير، وهو مصطلح يستخدمه الإعلام الجزائري للإشارة إلى السلطة الحاكمة في المغرب. تاريخيا كان يستخدم للإشارة إلى النخبة الحاكمة من الملك والأعيان، لكن الآن له دلالة سلبية لدى قسم كبير من المغاربة، لأنه يعني غياب الديمقراطية والحرية. أما الإعلام المغربي فيستخدم مصطلح الكابرانات للإشارة إلى سلطة العسكر الحاكمة في الجزائر حسب رأيهم. والكابران أصلها كلمة كابوريلي أو كابورال الإيطالية، وهي رتبة العريف العسكرية، أي الرتبة الأعلى من الجندي. ويستخدمه الإعلام المغربي للتقليل من شأن ما يصفونه بالسلطة العسكرية الحاكمة في الجزائر. شاهدوا عناوين بعض الصحف والمواقع الجزائرية واستخدامها لمصطلح المخزن. العناوين طبعا أخذت لا على التعيين ومن فترات مختلفة. طيب، لنرى أيضا عناوين صحف ومواقع مغربية واستخدامها لمصطلح الكابرانات من تواريخ مختلفة أيضا.
قبل أيام أيضا مشاهدينا أثار تقرير آخر للتلفزيون الجزائري الرسمي عن هاشتاغ سعودي يطالب بترحيل المغربيات من البلاد انتقادات كثيرة من المغاربة، فقد عدوه مسيئا ومهينا للنساء المغربيات.